يلا بينا بقى نكمل الجزء التاني من قصتنا. قلت له أحب أطمنك يا عمي يلي في مقام أبويا، أنا شخص سليم وعندك الأشعة والتحاليل، لو مش مصدق حضرتك خدهم ووديهم لأي دكتور. أي أوامر تانية؟ ممكن أطلع شقتي ولا في كلام تاني حضرتك أو الست شيماء تحبوا تتكلموا فيه؟ وساعتها ردت عليا شيماء وقالت لي أنا مالي يا أختي، سليمة ولا معيوبة ما يخصنيش. وقبل ما أرد عليها عمي قال لي طيب وتأخير الحمل ده من ايه؟ زعقت وقلت له ربنا لسه ما قرطش، انا عملت اللي عليا وحضرتك تقدر تسأل طنط. الدكتورة كانت مستغربة جدا عشان رايحين نعمل كل ده ولسه ما كملناش سنة جواز. بعد اذن حضرتك انا تعبانة وطالعة انام. بلف لقيت حازم في وشي، بصيت له بكل غضب وعديت من جنبه، وساعتها قال لي رهف، بس انا ما ردتش عليه. وساعتها قال لابوه اطمنت يا حاج؟ ارتحت واتأكدت انها طلعت سليمة؟ اتبسطت اما نكدت عليا حياتي؟ وساعتها سمعت ابوه وهو بيزعق وبيقول له ارتحت ايه ونيلة ايه؟ بقولك ايه، قبل السنة مراتك لازم تبقى حامل والا والله هكون مجوزة غيرها، انت فاهم ولا لا؟ وساعتها حازم سابه وطلع. كنت واقفة في المطبخ وبجهز الاكل، وساعتها لما جه حضني ويعتذر لي زقته بعيد عني، وانا وقتها كنت منهارة من العياط. قلت له بعد عني، ابعد عني يا حازم، فاهم؟ مش عايزاك تلمسني، يا خسارة حبي ليك. انتوا ايه يا اخي، مفيش في قلوبكم احساس؟ امبارح سايب ابوك يعمل اللي عمله وانت كأنك مش موجود ولا كأني يهمك. تمام، اديني عملتلكم اللي انتوا عايزينه، ممكن بقى تسيبني لوحدي؟ حاول يقرب مني عشان يحتوي غضبي وانفعالي، وعيونه وقتها كانت مليانة دموع. قال لي انا اسف، حقك عليا يا حبيبتي، حقك عليا، انا بعتذرلك على كل اللي حصل. انت عارفة ابويا مهووس وعايز الولد، وديكي شايفه بيعامل صفاء ازاي وبيبهدلها هي ورفعت اخويا. بصيت له وقلت له بس انا مش صفاء يا حازم، انتوا بتدوسوا على صفاء عشان اهلها متوفيين، ورفعت بيقدر يحتويها ويخليها تتحمل، مع ان بغبائكم العيب في ابنكم مش فيها. الراجل هو اللي بيدي النوع مش الست، وفي الاول وفي الاخر كل شيء بإرادة ربنا. بس ما علينا، انا رهف بنت عبد الرحمن، فاهم يعني ايه؟ يعني انا بنت اخوه، امال لو كنت غريبة كان عمل ايه؟ وساعتها أخدني في حضنه وأنا انهارت من العياط وفضل يهديني. المهم إن كل اللي حصل ده أنا ما حكيتش حاجة لأهلي خالص، وكل ما يسألوني أخبارك إيه أقول لهم الحمد لله بخير، لأني مش عايزة أزعلهم ولا أضايقهم، وخاصة إن أنا لحد دلوقتي حاسة إن أنا كفيلة بيهم، وبالأخص أما حاول حازم يحتويني ويراضيني. وأنا ما بقيتش أنزل تحت كتير، يعني بعد ما كنت بنزل كل يوم بقيت بنزل مرة واحدة في الأسبوع. بس حماتي كانت بتطلعلي وكنت ملاحظة إنها عايزة تقول شيء لكن ما كانتش قادرة، وبصراحة سبتها لما تحكي لوحدها. وكمان صفاء سلفتي كانت بتطلعلي، وأنا وصفاء صحاب جدا، وهي اللي كانت بتحكيلي كل حاجة بتحصل تحت. المهم مرت الأيام ومر على جوازنا سنة، وفي يوم قلت لحازم إني هخرج أشتري شوية حاجات. كنت وقتها عايزة أشتري هدية لعيد جوازنا لأنه كان خلاص قرب، وفعلا نزلت. وعلى الرغم من إنه الفترة دي كنا قريبين جدا من بعض وكان محتويني ومش بيزعلني أبدا، إلا إني كنت دايما بلاحظ إن هو سرحان، وكل ما أسأله مالك يقولي مشاكل في الشغل. المهم نزلت وأنا في الطريق شفت شوية جيران واقفين وكانوا بيبصولي، كنت حاسة في نظراتهم ليا بالشفقة، وكنت مستغربة قوي لحد ما دخلت محل وكان فيه 2 من جيرانهم واقفين، وأنا كنت واقفة وراهم. واحدة منهم قالت شفت البت رهف زي القمر إزاي، جمال وأخلاق وأدب. نسمة وحماها اللي هو عمها أصلا الواطي داير يقول في البلد إنها أرض بور، لأ وكمان بيدور لابنه على عروسة. وأنا ساعتها اتصدمت من اللي سمعته ومشيت على طول وأنا كاتمة دموعي عشان ما انهارش قدام الناس في الشارع، ورجعت البيت بسرعة وطلعت على فوق على طول وقفلت الباب، وفضلت أكسر في كل حاجة كانت بتيجي قدامي، وأنا كنت عمالة أصرخ وعمالة أقول أنا تعمل فيا كده يا حازم؟ ما هو أكيد أبوك مش هيعمل كده وأنت ما تعرفش. بحق كل لحظة حبيتك فيها واستحملت كلام سخيف لا تكون النهاية مميتة ليك. ماشي يا ابن عمي. وبعد ما خرجت كل اللي جوايا وكسرت حاجات كتير جدا دخلت الحمام وغسلت وشي وخرجت قعدت واستنيته، كان قرب يرجع ودخل وهو بينادي عليا كالعادة حبيبتي انتي فين؟ وساعتها اتصدم من اللي شافه، كمية حاجات مرمية في الأرض ومتكسرة. وساعتها جري عليا وقعد قدامي ومسك ايدي وقال لي انتي كويسة يا رهف؟ حصل ايه يا حبيبتي؟ ايه اللي بهدل الدنيا كده؟ بصيت له ببرود وقلت له انا فعلا حبيبتك يا حازم؟ استغرب وقال لي طبعا حبيبتي وروح قلبي ونور عيني كمان. وقفت وقلت له حبيبتك؟ اه طيب جميل،
يا ترى عارف إن أبوك اللي هو عمي بيدور لك على عروسة؟ وساعتها ارتبك وقام وقف قدامي وما قدرش يبصلي، وساعتها عرفت إن هو عارف كل حاجة. رحت قلت له تمام، ردك وصل يا ابن عمي، بعد إذنك. دخلت غرفتي وقفلت الباب بكل قوتي، لدرجة إني حسيت إن الحيطان اترجت من شدة الخبطة، وحسيت وقتها إن حياتي معاه على وشك إنها تنتهي. وساعتها نزل على تحت عشان يعرف إيه اللي حصل، وأنا عرفت منين. وكان وقتها الكل تحت، وزعق لدرجة إني كنت سامعة صوته من فوق، وقال لهم مين فيكم قال لي رهف على كلام بابا، وإنه كمان بيدور لي على عروسة. وساعتها أخوه اتنفض هو وصفاء وقال له أنت اتجننت؟ أنت بتقول إيه؟ أنت عايز تتجوز على رهف يا حازم؟ زعق وقال له مش أنا يا رفعت، ده أبوك اللي مش عايز يرحمني وعمال يضغط عليا كل شوية. كنت أنا وقتها أخدت شنطتي وقررت إني أمشي على بيت أهلي، ونزلت على تحت وسمعت حازم، فدخلت وقفت قدامه وقلت له وانت استسلمت طبعا ووافقته. يا خسارة يا حازم، كنت فاكرة اني في امان معاك، يا خسارة حبي ليك يا ابن عمي. عموما يا حاج انا ليا اب يتكلم وياخد حقي، طالما جوزي اللي متجوزاه معرفش ولا مرة يتكلم وياخد حقي. وساعتها حازم زعق فيا وقال لي اطلعي على شقتك يا رهف، بلاش الهبل ده. زعقت فيه وقلت له مش طالع يا حازم، وليا اهل ياخدوا حقي منكم، سواء انت ولا والدك. مسك ايدي بكل قوته وقال لي اطلعي على فوق يا رهف وما تخليش عفريتي تطلع عليكي دلوقتي. بصيت له وقلت له اسفه، ولو انت فاكر اني ضعيفه تبقى غلطان يا حازم، اشحال اني سليمه، امال لو كنت معيوبه كنتوا عملتوا فيا ايه؟ وبعدين بدل ما تروح وتدور له على عروسه وانت عارف ومتاكد اني سليمه كنت قول له يكشف، مش يمكن يكون هو اللي تعبان. وساعتها صاعق حازم من كلامي ورفع ايده عليا لاول مره وضربني بالقلم. الوقت وقف معايا لثواني وكلهم كانوا واقفين مصدومين، وهو كمان كان واقف مصدوم من اللي هو عمله، وانا كنت واقفه بصاله وحاطه ايدي على وشي. حاول ان هو يقرب مني ويعتذر لي، زقيته وخرجت اجري على بره. وساعتها اخوه زعقله وقال له انت هتفضل واقف؟ روح وراها يلا، انت ايه غبي؟ حاول تجيبها وتهديها. قال له خلاص يا رفعت، رهف استحاله ترجع حتى لو على موتها. هي قالت لي مره لو فكرت تهني او تجرحني قدام اي حد او حتى بيني وبينك هتبقى انتهت حياتي معاك. وانا مش بس جرحتها، انا ضربتها قدامكم كمان. وبص لابوه قال له اتمنى تكون مبسوط يا حاج، دمرت لي حياتي وسعادتي، موتني بالحياه. عمي قال له وهو بيكابر ايه حصل ايه يعني الكل ده؟ ما في رجاله كتير ممكن تفقد اعصابها وتضرب مراتها، شويه زعل وهيروحوا لحالهم. وساعتها حماتي قالت له خساره يا حاج، خلاص انت جنيت على ابنك، لا وبايدك كمان. اخوك عمره ما هيعديها اما يسمع ان اخوه وبنته دايرين في البلد كلها يقولوا ان مرات حازم ارض بور وبيدور له على عروسه. وساعتها حازم اتصدم وقال له هي وصلت لكده انك تقول عليها ارض بور وانت عارف ومتاكد انها سليمه؟ زعق وقال له اما هي سليمه ما حملتش ليه؟ ما فكرتش ان ممكن اكون انا السبب؟ الله يسامحك يابا، الله يسامحك. وبص لاخته وقال لها اما انتي انا مش عارف اقولك ايه، بس بكره ربنا ياخد حقها منك. صرخ والده فيه وقال له اوعى تقول كده، انت ابني استحالة تكون فيك حاجة، هي السبب، ايوه هي السبب. وساعتها حازم سابهم وطلع، وحماتي دخلت على اوضتها، ورفعت وصفاء وبناته جم ورايا. المهم رجعت على بيت اهلي، وكان اخويا ومراته موجودين، وكمان اختي رغده وجوزها واولادهم برضه كانوا كلهم عند ابويا. وكان ابويا لسه بيقول لامي قومي كلمي رهف عشان تيجي هي وجوزها، البنت دي وحشتني قوي ومش عارف ليه حاسس ان هي فيها حاجه ومخبيه عليا. وقبل ما امي تقوم من مكانها فضلت اخبط على الباب لدرجه انهم كلهم قاموا، وساعتها اخويا هو اللي فتح الباب، وانا كنت واقفه منهاره من العياط ووشي عليه علامات الضرب وكانت ظاهره جدا. واول ما شفت اخويا وقعت واغمى عليا، وساعتها شالني وحطني على الكنبه، والكل كان حواليا وفضلوا يفوقوني لحد ما فقت. وساعتها اترميت في حضن امي وانا عماله ابكي، وسابوني لحد ما هديت خالص. وبصلي ابويا وقبل ما يتكلم الباب خبط تاني، واما فتح لقى رفعت وصفاء وبناته، وساعتها دخلوا. واول ما رؤوف شافه اتهجم عليه وزعقله وقال له الحيوان اخوك هو اللي عمل فيها كده وديني لاجيب اجله. وساعتها بابا زعقله وقال له اهدى يا رؤوف اما نسمع اختك الاول. وبصلي بعد ما قال لرفعت ومراته انهم يقعدوا قال لي قولي يا رهف احكي كل حاجة يا بنتي عشان نفهم ايه اللي حصل. وساعتها حكيت لهم كل اللي حصل، من تقطيم عمي ليا بعد اول شهرين من الجواز، واجباره ليا اني اروح للدكتورة كمان بعد اول 6 شهور، وكلامه هو وبنته عليا اني ارض بور، وفي الاخر بيدور لابنه على عروسة. لا وكمان حازم ضربني بالقلم قدامهم كلهم. وساعتها رؤوف اخويا جه جنبي وبس راسي قال لي قبل ما اخد حقك
من الحيوان اللي كنت متجوزاه ده، عايز أعرف أنت عايزة إيه وأنا هعملهولك. ها يا قلب أخوكي، ناوية على إيه؟ بصيت له وأنا دموعي بتنزل مني، قلت له على قد ما حبيت حازم وعلى قد ما استحملت منه كتير، على قد ما كرهته واستحالة ان انا ارجع له تاني. انا عايزة اتطلق يا رؤوف. امي اتصدمت وقالت لي يا بنتي ده انت لسه ما كملتيش سنة جواز. بصيت لها بحزن وقلت لها قلتلك اني حاسة بحاجة، قلتيلي عشان دنيا جديدة. اتاري قلبي كان حاسس. انا لا يمكن ارجع له، سامعة يا امي؟ لا يمكن ارجع له. وقول لاخوك يا رفعت اني لا يمكن اسامحه. قال لي هو عارف يا رهف، حازم بيموت بعد ما مد ايده عليكي، واما قلت له يجري وراكي قال لي ان رهف لا يمكن ترجع لي، واتخانق مع ابوه وطلع شقتكم. زعقت فيه بكل قهر، قلت له اللي كانت شقتنا، اخوك خلاص انتهى بالنسبه لي، اما والدك قول له رهف بتقولك كتر خيرك، بس ربنا مش هيسيب حقي. وساعتها ابويا وقف بعد ما تمالك نفسه، قرب مني وبس راسي وبكل حب قال لي وحياة كل دمعة نزلت من عيونك، وحياة كل كسرة شفتيها، لا يكون حقك عندك النهاردة مش بكرة. أما موضوع الطلاق أنا معاكي يا بنتي، بس هطلب منك طلب، ادي لنفسك أسبوع تفكري كويس وكمان تهدي، ولو لقيتي إنك قادرة أو عايزة تكملي يبقى هأدبه الأول وبعدها يسيب بيت عيلته، وكمان يجيب لك شقة بعيد عنهم. ولو لقيتي إنك مش قادرة يبقى استحالة تباتي على ذمته تاني من بعد الأسبوع ده يا بنتي. أنا ما يهمنيش الناس، أنا يهمني أنتي، وخاف إني أجري في طلاقك دلوقتي وبعد ما تهدي تندمي. ها إيه رأيك في كلامي؟ بصيت له وحطيت راسي في حضنه وقلت له موافقة يا بابا، بس مش عايزاه ولا يكلمني ولا عايزة أشوفه، أنا محتاجة إني أفكر لوحدي. قال لي ماشي يا بنتي، يلا دلوقتي ادخلي أوضتك وارتاحي، وأختك كمان معاكي. وقال يلا يا رؤوف، يلا يا عبد الله، وانت يا رفعت؟ قال له أنا معاك يا عمي. والعلم حضرتك أنا خلاص تعبت من كتر ضغط بابا على صفاء، لأنه مش قادر يفهم إن أنا السبب في خلفة البنات. والنهارده واحنا جايين على هنا عديت على بيت الحاج فلان وأجرت كمان الدور اللي هو لسه موضبه، وهنقل فيه من بكرة أنا وصفاء والبنات. أنا مش هستغنى عن مراتي. طبطب بابا على كتفه وقال له راجل يا ابني. وراح بابا قال لصفاء خليك انت هنا انت والبنات، لأن ملهاش لازمة تكونوا هناك دلوقتي. وساعتها قالت له تحت أمرك يا عمي. المهم قمت أنا وأختي وصفاء ودخلت غرفتي، وماما كانت دخلت تحضر أكل ليا. غيرت لبسي ونمت في السرير، وراغدة أختي حطت لي كريم عشان الاحمرار اللي كان في وشي، وصفاء كانت قاعدة قدامي بتأكلني وأمي قاعدة جنبي. المهم أما وصل بابا عند بيت عمي دخل لقى الباب مفتوح، وهو كان قاعد وبنته العقربة قاعدة جنبه. ولقوا إيه عمالة تقوله إن هو اتصرف تصرف صح، وإني هرجع لهم وأنا مذلولة لأني مش هقدر أطلب الطلاق وأنا معداش على جوازي سنة. وساعتها اتفاجئت بدخول بابا عليهم. قال له ياه، لأول مرة أعرف إنك ناقص وواطي، واستحالة تكون إنت تربية أبويا وأمي. بقى تعمل كده في عرضك ولحمك؟ تعمل كده في بنت أخوك؟ إنت عارف إنها سليمة وداير تطلع عليها كلام إنها أرض بور، إنت والحيوانة بنتك كمان. وساعتها شيماء قالت له مالك يا عمي داخل علينا حامي كده ليه؟ بنتك اللي غلطت في أخويا، وقالت له كمان إنك مش راجل. إيه من حقه يأدبها ويكسر دماغها كمان. وقبل ما تكمل كان أخويا رؤوف ضربها على وشها بالقلم مرة والتانية، وهو بيقول لها خلاص يا حقودة، طول عمرك وانت عندك حقد وغل عليها عشان الكل بيحبها ومحدش بيطيق يتعامل معاكي، وانا كنت بسكت وبستحمل واقول معلش بنت عمك وعديها، دي لحمك ودمك برضه، لكن اللي زيك ما يعرفش يعني ايه اهل، اللي زيك مسيره يقع ويتداس عليه بالرجلين. وساعتها بابا قال له خلاص يا رؤوف يا ابني، اللي زي دي خسارة فيها الكلام، بكرة تندم يا اخويا، ويوم ما تندم وتجيلي تطلب السماح هقولك معرفكش. ناديلي على ابنك اللي كنت فاكره راجل وسلمته الجوهرة بتاعتي عشان يحافظ عليها، بس يا خسارة طلع ما يعرفش يعني ايه رجولة. كان حازم واقف وسامع بابا وزعيق والده معاه، وقال له وهو الدموع مغرقة وشه نعم يا عمي. حاول ساعتها رؤوف يتهجم عليه، لكن بابا وقف قدامه وقال له ده مهما كان يا ابني ابن عمك، ولو مديت ايدك عليه عمركم ما هتتصافوا. وساعتها عبد الله جوز اختي بكل خبث قرب على حازم وقال بس أنا ماليش في القرابة دي، ورهف أخت مراتي الست الملكة المتوجة في بيتي، وما أشوف دموعها على خدها بسبب اللي حصل لأختها ما بقاش راجل لو ما خدتش حقها. أخوها كفيل يموتك وكان عايز يعمل كده، بس أنت ما تستاهلش يروح في داهية بسببك. وساعتها زق حازم ووقعه على الأرض. ساعتها بابا مسك عبد الله عشان ما ينفعش يمد إيده عليه وقال خلاص كده حق بنتي رجع لها منك ومن الحيوان أختك، ولعلمك مش عشانك، عشان بنتي أنا اديتها أسبوع من النهاردة تفكر لوحدها، لا تكلمها
ولا تقرب من ناحية البيت. وبعد الأسبوع لو فكرت ترجع لك مش هتعيش هنا، لو عايزها فعلا يبقى في بيت بره. وساعتها عمي قال له انت عايز تبعد ابني عني؟ ده بعدك. بابا قال له ده اللي عندي يا ابن امي وابويا، بنتي لو حبت ترجع يبقى مش في البيت ده، لكن لو رفضت الرجوع اسبوع وساعة هتكون طالق من ابنك. عاجبك على كده يا ابني؟ ماشي الحال. مش عاجبك اطلع المأذون دلوقتي حالا وطلقها. ساعتها حازم قال له حاضر يا عمي وانا تحت امرها، يا ريتها توافق ترجع، ولو عايزه تمشي من البلد كلها هاخدها وامشي وهعمل لها كل اللي هي عايزاه، بس ترجع لي يا عمي. انا عارف ان هنتها ودوست عليها، عشان كده عارف انها مستحيل ترجع، بس بتمنى من ربنا انها ترجع. أرجوك يا عمي ساعدني إنها ترجع لي وأنا هعمل لها كل اللي هي عايزاه. وساعتها عمي زعله وقال له أنت مجنون؟ عايز تسيب البيت عشانها؟ والله لو خرجت من البيت لن تبني ولا أعرفك، فاهم ولا لأ؟ أنت هتتجوز وتخلف الولد اللي يشيل اسمي بدل أخوك اللي خلفته عار وكلهم بنات. وساعتها كان واقف رفعت وعيونه كلها دموع. قال له من ساعة ما اتجوزت وأنا مستحمل إهانتك ليا ولمراتي، وأنت عارف ومتأكد إن أنا السبب في خلفة البنات، لكن إزاي لازم تهين وتجرح؟ ومش مهم اللي قدامك، مش أنا خلفتي عار؟ أديني سبتها لك ومشيت. اشبع ببيتك يا والدي، دور وشوف ناوي تدمر حياة مين تاني، لكن أنا هنفد بجلدي أنا ومراتي وأميراتي اللي هيدخلوني الجنة عن إذنك يا حاج. واتحرك رفعت ولسه هيمشي سمع والدته وهي بتنادي عليه، وقف وبصلها وقالت له هتروح فين يا ابني؟ هتبعد عني انت وحبايبي؟ طب هعيش ازاي وانت وهم ورهف مش موجودين؟ هعيش مع مين انا؟ وساعتها زعق لها عمي وقال لها سيبيه، خليه يمشي ويشوف هيعيش ازاي. مش انت خرجت من هنا؟ ملكش حاجة عندي، لا انت ولا هما ولا حتى هدومكم. وساعتها بص لوالده على جحوده. وفي الوقت ده اتدخل عبد الله للمرة التانية، وكان ما شاء الله مميز بطوله وعرضه وملامحه اللي بتتحول أما بيغضب لوش كله أسود. وقف قدام عمي وقال بكل قوة لرفعت روح هات عربية وحمل كل حاجتك من الشقة ودلوقتي حالا مش بكرة، ويبقى يفرجني الحاج إسماعيل هيقدر يعمل إيه، لأنه والله أنا لما بقفل ما بشوفش قدامي. ويستحسن يا حاج تقعد مكانك كده وما تتحركش عشان منظرك قدام نفسك ما يبقاش وحش. وقال لرؤوف روح معاه. وساعتها قال لبابا لو عايز تمشي يا عمي أنا كفيل بالليلة دي، خلينا نخلص. بابا قال له أنا معاك يا ابني، روح يا رؤوف مع رفعت. وساعتها حازم وقف لأخوه وقال له هتسيبني وتمشي؟ ابتسم رفعت بحزن وقال له ما أنا استحملت كتير يا أخويا وانت عارف، ومراتي استحملت برضه سم بدن وكلام، وعلى رأي رهف كان بيدوس عليها بكل قوته عشان عارف إنها وحيدة وأنا كنت قادر أصبرها، لكن أنا مش هستحمل إن هو يدوس على بناتي أنا كمان، وخصوصا أما يكبروا. لا يا حازم أنا مش هستنى، خليني أمشي من هنا أحسن، وهدعيلك كمان إن رهف تقدر تسامحك. وساعتها صرخت والدته وقالت له استنى يا رفعت أنا جاية معاك، أنا هاجي معاك يا ابني، أنا ماليش مكان في البيت ده، أنا غلطت إني استمريت مع أبوك لحد دلوقتي، وكل اللي في دماغه إن حد فيكم يجيب الولد. خليك بقى أنت قاعد مع بنتك اللي خليتها تتمرع على الكل، وديك فضلت ورا ابنك كمان لحد ما خربت بيته. وساعتها كلهم مشيوا بعد ما رفعت حمل كل شيء في شقته وراح بيها على البيت اللي أجره جديد، وراحت والدته معاه وطلع حازم على شقته. وبعدها جه رفعت وباتوا معانا الليلة دي طبعا لحد ما يخلصوا فرش شقتهم، وأختي وجوزها فضلوا جنبي. المهم تاني يوم عرفت إن حازم قدم على طلب أجازة وفضل قاعد في شقته ما بينزلش منها أبدا. ومرة أول يومين من الأسبوع وأنا كنت قاعدة في غرفتي مش بخرج منها أبدا ولا حتى بقعد معاهم بره. وتالت يوم على الفطار طلعت وأنا على وشي شبه ابتسامة وقلت لماما والبابا والأختي وجوزها كمان اللي فضلوا قاعدين معايا، قلت لهم صباح الخير. وساعتها قعدت جنب بابا بس راسي وقتها وطبطب عليا وهو بيقول لي نورتي الدنيا كلها يا قلب ابوكي. ابتسمت وقلت له ربنا ما يحرمني منكم يا بابا. وساعتها امي قالت لي انت كويسه يا بنتي؟ ابتسمت وقلت لها الحمد لله يا ماما زي الفل طول ما انتوا جنبي ومعايا. وساعتها اخدت عبير بنت اختي من على ايد عبد الله وانا بقول له تشكر يا جوز اختي ما تحرمش منك يا اخويا، بس هات البنت دي بقى عشان وحشاني قوي وانا مش بعرف العب معاها، طول ما انت هنا بتلزقها في ايدك، خفي بقى شويه عشان ما اخدهاش واهرب منكم. ضحكوا كلهم وهم عارفين ان انا بحاول اخرج من اللي انا فيه. المهم كملنا اكلنا وانا بلعب مع عبير وهي تضحك وكلهم يضحكوا على صوت ضحكها. المهم خلصنا فطار وقمت قعدت مع بابا وعبد الله جوز اختي، وبعد شويه جه اخويا وقعد معانا وقال لي بابا فاكر يا بابا الحاج فلان الله يرحمه؟ بابا قال له ده كان من أشرف وأحسن الرجالة في البلد كلها، قطع بيا والله بجد سبحان الله، رغم إنه هو كان راجل غني جدا إلا إنه كان متواضع وخلوق
بس انت ايه اللي فكرك بيه؟ قال له ابدا، كنت امبارح راجع من الشغل، لقيت شغل جامد قوي في السرايا والارض والمزرعة وناس كتير. اتخضيت بصراحة وافتكرت انهم باعوها، واما قربت شفت ادهم ابنه. ساعتها بابا استغرب، قال له يا ادهم، الواد ده اختفى بقاله 3 سنين وشوية وبعدين عرفك؟ ضحك رؤوف وقال له طبعا يا بابا، هو انت ناسي ان احنا كنا اصحاب ولا ايه؟ المهم ان وقفت اتكلمت معاه وعرفت ان هو رجع خلاص عشان ينفذ وصية ابوه ويهتم بالمزرعة والبيت كمان، وعرفت ان هو هيعمل اسطبل خيول عربي وعايز كمان يعمل مزرعة نموذجية من كل حاجة. وما شاء الله جايب عمال وبيشتغلوا من نار، لأنه عايز يلحق ويخلص ويبدأ كمان قبل ما والدته تيجي بعد ما ربنا من عليها بالشفاء. كنت بسمع كلامهم وأنا ببتسم. قربت من بابا وقعدت جنبه، وساعتها حس إن عايزة أقول حاجة. حط إيده على كتفي وابتسم وقال لي أنا ليه حاسس إنك أخدتي قرارك خلاص يا رهف. ابتسمت وبصيت له بحزن وقلت له لو على قراري فأنا أخدته من أول يوم يا بابا، لكن أنا سمعت كلام حضرتك وهكمل لآخر الأسبوع. بس أنا ليا طلب تاني عند حضرتك. قال لي قولي يا قلب أبوكي، عايزة إيه؟ وساعتها مسكت إيده وبوستها وقلت له عايزة أشتغل يا بابا. حضرتك عارف أنا كنت شاطرة إزاي في الكلية وإزاي كنت بعمل أبحاث وأخدت جوائز عليها من الجامعة. بصلي وهو مستغرب. قلت له بابا، طالما تعرفوا صاحب المزرعة فممكن حضرتك تطلب منه إني أشتغل معاه، أكيد هفيده وهستفيد. وساعتها بابا بص لجوز أختي والأخويا، وساعتها عبد الله قال له تسمح لي يا عمي اتكلم؟ قال له اتفضل طبعا يا حبيبي، انت في مقام اخوها. قال له سيبها يا عمي تشتغل، لازم تثبت نفسها عشان لو فكرت ترجع لحازم يبقى عارف حدوده. بعد كده ابتسمت ومن غير ما احس وقلت بصوت عالي، قلت ايوه لازم اثبت نفسي عشان تحرم بعد كده تقولي بتاعه الخضار والفاكهه. ساعتها بابا استغرب وقال لي انت بتتكلمي عن مين؟ مين يا بنتي اللي قالت لك كده؟ بصيت في الارض وقلت له شيماء بنت عمي. استغربوا كلهم وضحكوا. رؤوف قال البنت دي مريضة، يعني انتي بتاعت خضار وفاكهة وهي ايه نسيت نفسها بتاعت المعهد ابو سنتين؟ لا اله الا الله. انا كمان رايي يا بابا من راي عبد الله، وبعدين ادهم مش غريب عننا. بابا قال ايوه يا ولاد، بس ما فكرتوش لو رهف رجعت لحازم مش عايزه اتفق مع ادهم في حاجه ويعتمد عليها وهي بعدها تخلف الكلام. وقفت وقلت لبابا وانا عيوني كلها دموع، بابا انا حتى لو فكرت ارجع لحازم هفضل اشتغل، لازم اثبت نفسي الاول. بابا ارجوك بعد اذنك وافق. بصلي بحزن وقال لي حاضر يا بنتي، بعد المغرب هروح لادهم وان شاء الله يوافق. قلت له ان شاء الله. وقال لي هو اصلا يطول ان المهندسه رهف تشتغل معاه؟ المهم مر الوقت وساعتها بابا راح هو ورؤوف وعبد الله لادهم، وساعتها رحب بيهم جدا لانه صديق رؤوف، ووالده الله يرحمه كان صديق بابا. المهم قعدوا كلهم وفضلوا يفتكروا في أيام زمان، وساعتها بابا حكى لأدهم كل اللي حصل معاه، طبعا مش بالتفصيل بس قال له إن أنا عايزة أشتغل بشهادتي. وبالفعل وافق أدهم وقال لهم إني أروح الصبح بدري عشان أستلم شغلي، وبعدها رجعوا على البيت. وأما رجع بابا وحكى لي كل اللي حصل فرحت جدا إني أخيرا هشتغل وهثبت نفسي. ودخلت اوضتي عشان اجهز نفسي لبكره. وفعلا تاني يوم رحت وابتديت شغل انا كنت عارفاه بس معرفه سطحيه جدا، وهو كمان، بس كان اول مره اشوفه ويشوفني وجها لوجه. وهو كمان انسان طموح، حسيت انه عايز يخلي المزرعه مكان نموذجي في كل شيء. ومن اول يوم كنا احنا الاتنين ايد بايد، ومن اول يوم رجعت البيت وانا حاسه بسعاده رهيبه وراحه نفسيه وهدوء اول مره احس بيهم. لحد سادس يوم من الاسبوع رجعت فيه من الشغل وقعدت جنب بابا، وساعتها بابا قال لي قولي يا رهوفتي عايزه تقولي ايه؟ بصيت له وقلت له بابا حضرتك عودتنا على الصراحه، وامبارح حصلت معايا حاجه وانا خبيتها عليك. ارتبك وبصلي قال لي حصل ايه يا رهف؟ حطيت وشي في الارض وقلت له امبارح كنت خارجه من المزرعه والمهندس ادهم كان راكب عربيته فوقف ونزل يتكلم معايا وسألني على شوية حاجات في الشغل. كنا بنتكلم قدام الباب الخارجي ومعايا بنات من اللي شغالين معانا في المزرعة وكمان الحراس بتوع المزرعة. وفجأة ظهر عمي وبصلي وضحك بسخرية وقال لي عيب عليكي، ده انت لسه على ذمة ابني وواقفة تتكلمي مع راجل غريب، مش كفاية انك أرض بور؟ لا وكمان قليلة الأدب. وده الجزء التاني من القصة، واستنونا في الجزء الأخير. مع السلامة.